قررت الصين اليوم الأحد إقصاء جبهة البوليزاريو من القمة الصينية الإفريقية المنعقدة بقلب العاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبورغ، المعروفة بتأييدها الكبير للجبهة الانفصالية. وبقرار بكين هذا تكون الصين قد أحرجت جنوب أفريقيا، موجهة إياها والجزائر صفعة مدوية. واشترطت الصين إبعاد الكيانات الوهمية عن الاجتماعات في إشارة واضحة للجمهورية الوهمية التي تحتضنها الجزائر، حيث حضرت الدول المعترف بها بالأمم المتحدة فقط. وغاب ممثل الكيان الوهمي عن اجتماع رؤساء الوفود لقمة إفريقيا الصين التي يمثل فيها الملك محمد السادس وزير الخارجية صلاح الدين مزوار. وكانت زيارة الملك محمد السادس للصين منتصف العام الجاري قد تمخض عنها دعم للصين لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية، متعهدة بموقف محايد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على إعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.